في حكايات في التاريخ لو سمعتها لوحدها تقول غريبة، قصة عجيبة وخلاص من نوادر الزمن. لكن لما تبدأ تجمع الخيوط وتحط الحكايات دي جنب بعض، تكتشف إننا مش قدام صدفة، إحنا قدام نمط مرعب، نمط بيتكرر عبر الزمان والمكان، وكأنه قانون من قوانين الطبيعة المظلمة اللي محدش يعرف عنها حاجة. ناس ظهروا فجأة من العدم، خرجوا من الهوى، من غير ما يكون ليهم ماضي، بلد، هوية، أو حتى أي تفسير منطقي لوجودهم. ظهروا كأنهم نقطة حبر وقعت على صفحة بيضاء، محدش عارف جات منين. وفي المقابل، وعلى الناحية التانية من نفس المعادلة المخيفة، ناس اختفوا فجأة، مش في ظروف غامضة ولا في مكان مهجور، لا، دول اختفوا قدام شهود عيان، قدام أهلهم وأصحابهم في وضح النهار. كأن الواقع نفسه فتح بقة وبلعهم في لحظة، ومسابش وراهم أي أثر غير فراغ مرعب وحكايات بتثير الجنون. حكايات عن أشخاص كانوا هنا ودلوقتي مبقوش هنا. والسؤال اللي محدش بيحب يسأله، السؤال اللي بيخليك تبص حواليك وتشك في كل حاجة: هل القصص دي مجرد حكايات منفصلة، ولا الظهور المفاجئ ده والاختفاء المفاجئ ده وجهين لعملة واحدة؟ هل الناس اللي بتظهر دي هي الناس اللي بتختفي من مكان تاني؟ هل الواقع بتاعنا مجرد محطة عبور لناس جايين من عوالم تانية ورايحين لعوالم تانية؟ وهل ممكن في يوم نكون إحنا اللي بنعبر؟ في القرن الثاني عشر، في قرية والبت الإنجليزية، ظهر طفلين من كهف بشرتهم خضراء، بيتكلموا لغة غريبة، وما بيأكلوش غير الفول الأخضر الني. سنة 1954، راجل أنيق بجواز سفر من بلد اسمها توريد بيوصل مطار طوكيو. لما قالهم إنها بين فرنسا وإسبانيا، احتجزوه واختفى. في المكسيك، بنت صغيرة ظهرت في سوق بتقول إنها من مدينة اسمها تيورنافا. وصفتها بدقة، لكن المدينة مش موجودة والبنت اختفت بعدها بأيام. في كندا سنة 1930، كان في صياد داخل قرية الإسكيمو أنكوني. لقى البيوت كلها سليمة والأكل لسه على النار، لكن القرية كلها كانت فاضية، كأن أهلها تبخروا فجأة. في أمريكا سنة 1880، كان في مزارع اسمه ديفيد لينج، كان ماشي في حقله قدام عيلته، وفجأة صرخ واختفى في الهواء. الأرض اللي اختفى فيها بقت بور، ومحدش قادر يفسر اللي حصل. في معركة جاليبولي سنة 1915، كتيبة بريطانية كاملة دخلت جوه سحابة كثيفة ومنخفضة. السحابة ارتفعت في السماء واختفت، ومعها اختفت الكتيبة للأبد. في البرازيل، الشاب فرناندو نوتس كان واقف مع أصحابه بيضحك، لف عشان يمشي، خد خطوتين، واختفى تماما قدام عينيهم وهم مذهولين. في فصل دراسي في اليابان، مدرسة بصت على السبورة لثانية واحدة. لما لفت وشها تاني، لقت كرسي طالبة فاضي، مع إنها مخرجتش. بعد كل القصص دي، الظهور والاختفاء، الفجوات اللي في نسيج الحقيقة دي، السؤال الحقيقي مش إيه اللي حصل للناس دي. ده سؤال صغير، سؤال محدود، إجابته ممكن تكون أكبر من استيعابنا. السؤال المرعب بجد، السؤال اللي المفروض يخليك متنامش بالليل: إمتى تدور علينا؟ إمتى الكرسي اللي أنا قاعد عليه ده يفضى فجأة؟ إمتى وأنا ماشي في الشارع الأرض تفتح بقها وتبلعني؟ إمتى أظهر في مكان معرفهوش، بلغة معرفهاش، وأنا نفسي معرفش أنا جيت منين؟ النمط واضح والظاهرة بتتكرر. اللي حصل قبل كده ممكن يحصل تاني، اللي حصل لناس من قرون بيحصل لناس في عصرنا. دي مش أساطير، دي كسور في الواقع، شروخ في الجدار اللي بين عالمنا وعوالم تانية منعرفش عنها حاجة. كل قصة من دول هي دليل إن الجدار ده مش صلب زي ما إحنا فاكرين، هو هش
ضعيف وممكن يتكسر في أي لحظة، واللحظة اللي هيتكسر فيها تاني ممكن متكونش بعيدة، ممكن تكون دلوقتي، ممكن تكون بكرة، ممكن تكون وانت بتتفرج عليا دلوقتي، لأن الواقع اتكسر قبل كده، ومفيش أي ضمان إنه مش هيتكسر تاني. والمرة الجاية ممكن تكون انت البطل في قصة غريبة زي دي، أو مجرد سطر في حكاية محدش هيصدقها. فكر فيها.